قاعد بتذاكر ليله الامتحان ومقطع كتب تقطيع، وخلصت المنهج كله والدنيا زي الفل، وتدخل اللجنه تفتح الورقه وتحس ان المعلومات طايره قدامك ومش عارف تمسك اي جمله مفيده، وفجاه دماغك بقت عامله زي الهرب المحروق بالظبط. الورقه البيضاء اللي شفتها في عينك اول ما دخلت اللجنه والمنظر اللي نسيت فيه حتى اسمك، ده مش غباء منك خالص، ده مجرد انفجار حصل في مخزن المعلومات بتاعك اللي ما بيشيلش اكتر من ليلتين، واللي بالمناسبه دول اللي انت ذاكرت فيهم بس. ده بقى يا سيدي اسمه الذاكره المؤقته. مخك فيه مخزنين، مخزن صغير وسريع للحاجات اللي انت هتنساها كمان شويه، ومخزن كبير ودايم للحاجات اللي هتثبت في دماغك طول العمر. فلما بتلم المنهج كله في ليله واحده انت بتحشر المعلومات في المخزن الصغير ده بالعافيه، والزحمه دي بقى بتعمل قفله في الدماغ، والمخ اول ما بيحس بضغط وتوتر بيفرز هرمونات اسمها هرمونات الطوارئ، ودي اللي بتعمل حاجز ما بينك وما بين المعلومات. يعني كانك معاك مفتاح باب، بس الباب ده ملحوم والمفتاح ملوش اي لازمه. السر بقى ان المعلومات دي مش بتتمسح، هي بس بتتزحم مؤقتا. علشان كده اول ما بتسلم الورقه وتخرج من باب اللجنه المعلومات كلها بتهجم عليك، وده علشان جسمك هدي والضغط اللي عليك فك، بس ده للاسف بعد فوات الاوان. المشكله الحقيقيه هنا انك فاكر ان مخك سوبر مان، وان مخك